في حاجات بتحصل في الواقع لو سمعت عنها هتحس إن هي مشاهد من أفلام كوميدي. الموضوع باختصار إنه في سنة 1920 وتحديدا في دولة فرنسا اتولى الحكم شخص اسمه بول دي شانيل لمدة سنتين فقط. المهم اكتشفوا إن الراجل ده بيعاني من مشكلة نفسية أو مرض نفسي. في يوم من الأيام كان قال خطاب للشعب الفرنسي، ولما حس من جواه إن الناس سعيدة أو مبسوطة بالخطاب ده فقرر إن هو يقول الخطاب كامل مرة تانية. معروف إن الأشخاص بتتعشى الأول وبعدين بتحلي بعد الأكل، لكن البروتوكول أو العادة دي كانت جاية بالعكس عند بول دي شانيل، بمعنى إن هو كان بيحب يحلي الأول وبعدين يتعشى أو ياكل. أثناء زيارة رسمية لمدينة كابسنت كان واقف جنبه رئيس البلدية بيتكلم معاه عادي جدا. ساعتها بول قال له هعدي أتكلم معاك بعدين علشان خاطر الشرطة بتحاصرني من كل مكان دلوقتي. زي ما تقول كده كان قلقان من قوات الأمن واللي هم أساسا واقفين لحراسته هو الشخصية، وكأنه يعني نسي إن هو الرئيس. أوقات كتير كان بيروح أماكن بالليل لوحده من غير الحرس، وطبعا الدنيا كلها كانت بتتقلب عليه حرفيا. الكل بيفكر إن الرئيس اتخطف أو تم اغتياله مثلا. يعني في مرة صحي من النوم حوالي الساعة 5 الفجر ونزل علشان يصطاد سمك، وطبعا الكل قعد يدور عليه. لما جمعوا مكانه لقيوه بيحاول يصطاد السمك وكمان بإيده، ولا بيستخدم صنارة أو أي أداة صيد تانية. من أغرب المواقف اللي حصلت معاه إن السفير لما راح يزوره في المنزل خرج يقابله وهو من غير هدوم، واقف قدامه متعري وحاطط على كتفه وسام الشرف. وليك انت بقى ان تتخيل احساس السفير الداخلي او نظراته في موقف زي ده. المشكلة هنا ان رغم كل المواقف دي كلها الا ان محدش لسه كان مكتشف ان هو مريض نفسي او بيعاني من حالة خاصة. وفي مرة مجموعة من السياسيين واقفين يتكلموا معاه في الشارع، ولاحظ بول ان في شجرة جنب منهم. ساعتها ساب الحوار اللي هم بيتكلموا فيه وراح على طول يتسلق او يطلع فوق الشجرة. اخر موقف حصل معاه واللي كان سبب ان الكل يجبره في تقديم استقالته هو انه كان مسافر مع مجموعة من الوزراء وناس كتير من السياسيين في الدولة والحرس الجمهوري. المهم اول ما الكل نام كان بول دي شانيل هو الوحيد اللي صاحي، مش جايله نوم ابدا في اليوم ده. القطر كان هدى السرعة جامد قبل ما يوصل لباريس بحوالي 110 كيلو. ساعتها بول فتح الباب ونط من القطر، وكانت السرعة يعني بطيئة اللي هي ما تأذيهوش. وطبعا الكل كان نايم ومحدش شافه أبدا وهو بيعمل كده. ساعتها كان في شخص ساكن في منزل قريب من السكة الحديد اسمه أندري، وأول ما خرج من المنزل كان شاف راجل غريب الأطوار بيقلع هدومه وبيمشي حافي على قضبان السكة الحديد. ولما راح عنده علشان ينقذه ويعرف مين هو وإيه اللي جابه هنا سأله فورا عن هويته وإيه اللي هو بيعمله ده. ساعتها بول حط إيده على كتفه وقال له مش هتصدق يا صديقي لو قلتلك إن أنا رئيس الجمهورية. وطبعا أندري كان مستغرب جدا من الكلام ده، أو بمعنى أصح ما كانش مصدقه أبدا. المهم في اللحظات دي كان صحي الحرس من النوم والكل اكتشف إن الرئيس بول مش موجود نهائي. ساعتها انتشرت حالة من الفزع والكل فضل يبحث عنه، وتم اختار جميع الهيئات والمؤسسات بكل اللي حصل ده ولغز اختفائه الغامض. وطبعا لما جمعوه وعرفوا بالأحداث اللي فاتت دي كلها الكل كان أجبره على تقديم الاستقالة. بعدها مجموعة من الأطباء النفسيين كشفوا على بول لتشخيص حالته المرضية، وقالوا إن اسمها متلازمة البنور، ودي حالة الإنسان بيفقد فيها الوعي تماما وبيحصل له زي ارتباك في الزمن أو المكان اللي هو موجود فيه. وفي النهاية توفى بول بعدها بسنتين، يعني في سنة 1922، ومحدش اتأثر بوفاته أبدا. وبكده الفيديو انتهى. لو عجبك عندك 42 جزء تانيين من سلسلة غموض في القناة تقدر تتابعهم. ما تنساش تدعمني بلايك واشترك في القناة لو انت لسه جديد، واهم حاجة رأيك في التعليقات دلوقتي. واخر حاجة بس شارك المحتوى علشان القناة تكبر بيك واقدر استمر معاك الفترة اللي جاية. سلام.